في قصر فرعون كانت ماشطة ابنته تسرح شعرها ذات يوم، فانزلقت المشط من يدها فقالت دون قصد: بسم الله. التفتت ابنة فرعون وقد ارتعدت: ألك رب غير أبي؟ قالت بثبات: ربي وربك الله. هرعت الفتاة تخبر أباها فاستشاط غضبا واستدعاها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. صرخ: سأريك عاقبة التمرد. أمر بإحضار قدر من نحاس ملأه زيتا يغلي، وجيء بأطفالها الخمسة. قال لها: عودي عن دينك وإلا ألقيت أبناءك فيه. نظرت إليهم ودموعها تسيل، لكنها لم تتراجع. أخذ طفلها الأول فالثاني وهي تقول: اللهم تقبل. حتى إذا أخذ طفلها الرضيع كاد قلبها ينفطر، فنطق الرضيع: يا أماه اثبتي فإنك على الحق. قبل أن نكمل القصة، إذا كنت تحب رسول الله اضغط لايك واشترك بالقناة واستغفر ربك بالتعليقات. ثم ألقيت معهم في الزيت فصعدت أرواحهم طاهرة. وفي ليلة الإسراء والمعراج مر النبي برائحة طيبة تملأ السماء، فسأل جبريل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، ارتفعت أرواحهم ففاحت طيبتها في الجنة. كانت امرأة واحدة لكن إيمانها زلزل عرش الطغاة.